السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. كل سنة وانتم طيبين. رجعنا لكم من العيد بصينية بسبوسة. عايزة اقول لكم طريقتها سهلة جدا وهتطلع معاكي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تحفة تحفة تحفة. قد ايه متماسكة وفي نفس الوقت طرية ومرملة كده وجميلة وناعمة. بجد هتعجبكم جدا، جربوها هتعجبكم جدا قوي قوي. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة ازاي. اول حاجة يا بنات، انا عندي كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي، تمام. وبعد كده نزلت عليها بنفس الكوباية 3 كوبايات من الدقيق السميد بتاع البسبوسة. بتجيبيه من عند العطار، بتجيبيه من السوبر ماركت، بس بيبقى اللي هو آم، يعني مش عليه اي اضافات، ولا فانيليا ولا بيكنج باودر ولا سكر ولا اي حاجة، مش اكياس جاهزة. لا، بيبقى سميد بس، يعني الدقيق بتاع البسبوسة بس، تمام. حطينا 3 كوبايات وكوبايه من السكر، ونزلنا عليهم بنص كوبايه من السمنه. وبدات بقى زي ما انتم شايفين السمنه، ما يعني هي مش جامده، تمام. بدرجه حراره الغرفه، يعني هي ولا سايحه على النار قوي ولا اللي هي جامده، يعني ما بين البنين. فنزلتها كده وبدات ان انا اغلف بقى الحبيبات بتاعه البسبوسه كلها بالسمنه زي ما انتم شايفين معايا كده، بس بالمعلقه. وببدا ان انا اقلب لحد ما احس ان يعني مقدار البسبوسه بتاعي كله اتغلف كويس بمقدار السمنه بتاعي، تمام. بعد كده يا بنات هنزل بكوبايه من اللبن او بكوبايه من الزبادي. موجود عندك الزبادي حطي، موجود عندك اللبن حطي، الموجود عندك ضيفيه. زي ما انتم شايفين معايا كده، بعد ما اتاكدت ان هي اتغلفت بالسمنه كويس، نزلت بقى بكوبايه من الزبادي زي ما انتم شايفين معايا كده، وهقلب. طبعا الزبادي خليطه غير اللبن بيبقى سايل، الزبادي بيبقى قوامه متماسك شوية. ف يعني ممكن يحتاج زبادي تاني، لكن اللبن ممكن تكتفي بكوباية اللبن. يعني عايزه اقول لكم ايه، خليكم بالنظر يا بنات، عينيكم موجوده. فزي ما انت شايفه كده، بص قوام تقيل مفرول. لا طبعا انا مش عايزاها كده، انا عايزاها تكون سايله شويه، الى حد ما تبقاش زي الكيكه، بس هتبقى يعني سايله شويه عن كده. فهعمل ايه، هضيف لها كوبايه تاني من الزبادي زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اقلبها. طبعا لو انت حابه تضيفي فانيليا كان بيها، لكن انا بصراحه ما حطيتهاش، يعني ما حطيتش الفانيليا. وكان طعمها تحفه وما كانش يعني ما فرقتش كتير، يعني قصدي ما فرقتش كتير، تمام. زي ما انتم شايفين معايا كده، هو ده القوام اللي انا عايزاه. عندي الصينيه بتاعتي دهنتها دهنه كده من الارضيه والجوانب بتاعتي من السمنه، وبدات انزل عليها بالخليط. بصوا بقى الخليط نازل تقيل اهو، بس سايب شويه، مش مفرول كده عامل زي العجينه قطع معايا. لا، مش تقيل في نفسه، هو سايل كده بس ماسك نفسه برضو، الاتنين مع بعض. فانت لو وصلت للمرحله دي بكوبايه من اللبن، تمام، مفيش مشكله. كده الصينيه بتاعتك تبقى جاهزه. المهم سويتها على قد ما اقدر بالمعلقه. وبعد كده بصوا بقى يا بنات، بهز فيها كده في الارض والفها، اهز كده والفها، هي بتتساوى لوحدها زي ما انتم شايفين، سبحان الله. دي طريقه بتاعت الحلواني بيعملها بالطريقه دي. فاعمليها بقى، سهلي على نفسك بقى، تقعدي بقى تعملي بايدك وتعملي بالمعلقه والكلام ده. دخلتها الفرن على درجه حراره 180. الفرن بتاعتي كهربا، شغلت من تحت بس، وبعد كده شغلت لها الشوايه. خدت بالظبط كده تلت ساعة وراحت خرجت. الشربات بتاعي كان جاهز، كوباية ونص من السكر عليهم كوباية ونص من المية. سبتهم لحد ما غلوا. اول ما غلوا كده والسكر بتاعي اختفى، طفيت عليها. اول ما السكر معايا بيختفي بطفي عليها. الصينية بتبقى سخنة، الشربات بيبقى دافي، بسقيها على طول، بتطلع من الفرن بسقيها على طول. وكل الكمية يا بنات شايفين انا فضيت كل الكمية، وبصوا كانت عايمة ازاي، بس هو ده المقدار المظبوط بتاعها. فما تقلقوش، هي هتشرب الشربات كله. بصوا بقى هنا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شربت الشربات كله زي ما انتم شايفين كده، وطالعه معايا ماسكه. هي ممكن تكون بس من الجنب كده عملت، لان انا القطع يعني المقطع بتاعي يعني بشكل مثلث كده للجاتوه، ما عنديش بصراحه المربع، فعادي مش مشكله. لكن هي ماسكه نفسها زي ما انتم شايفين كده، وشكلها تحفه